أن هناك أقطارا لا يسود فيها السلم والأمن، ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. A few moments later. السيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم. أنا محمد دمير، وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها. فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية، والشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا. السلام عليكم ورحمة الله. أزل في اللون. الدنيا دوارة وبنادم غدار، وثلاثة د الحوايج مع الإنسان ما يتيق فيهم، هم النار والبحر والكرغلة. من بعد ما كنا كندعموهم في الأمم المتحدة وبالسلاح وبالمال وحتى بالجيش، وبسببهم ضيعنا النصف في أراضينا أو أكثر من نصف. من بعد كانت الخارطة في العهد مولاي الحسن الأول، ودابا كي ولات بسبب الفضول اللي كان في المغرب والتعنت وقصحية الراس ضد المطالب فرنسا متكررة باش يوقف الدم على الكراغلة بالجزائر ضد فرنسا، حيث كنا دخلنا سوق راسنا وخلينا الكرغلة منهم لماماهم فرنسا. ما كناش عند الضرر نوقعوا على معاهدة لالا مغنية اللي ضيعنا فيها نصف بلادنا من بعد ما قصفت القوة الفرنسية للمدن الساحلية المغربية، أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، بالإضافة للضعف العسكري المغربي آنذاك أمام الترسانة الفرنسية. والحاصل، وكما كيقول المثل، من تدخل فيما لا يعنيه رأى ما لا يرضيه. وها النتيجة قبلت عينينا، احنا كنشوفو بيطار ديال الجمل مع الحمارة الأمم المتحدة ضد سيادة المغرب على أراضيه.